مرحبا بكم الناس الكل. البارح في الليلة هبط فيديو وحكيت فيه على الترجي التونسي وعلى الهزيمة، وحكيت على ماهر الكنزاري، وحكيت على شكون يتحمل مسؤولية الهزيمة، وحكينا على الاختيارات الفنية. لكن ما حكيتش على التحكيم، ما حكيتش على الفضيحة التحكيمية اللي تعرض لها الترجي التونسي، بغض النظر عن المردود السيء والهزيل اللي قدمه الترجي. لكن الحكم وتقنية الفار ظلمت الترجي الرياضي التونسي. كي شفنا الهدف الجبري اللي يعتبروا الحكم الفار تسلل، وهو ما هوش تسلل وما عنده حتى علاقة بالتسلل. الترجي التونسي تعرض لمظلمة تحكيمية كبيرة، بغض النظر كيف ما قلنا على الأداء الضعيف، وكيف ورقة حمراء لم تمنح لحارس مولودي سان داونز وخذيه الكرة بالبوكس، كان يستحق الإنذار الأحمر. ما نعرفش الكاف وين يحب يوصل مع الأندية التونسية. شفنا مظلمة تحكيمية مع الترجي في مع نادي الأهلي في اللقاء الشهير، وكذلك مع مازيمبي، والفرق التونسية قاعدة تتعرض إلى مظالم تحكيمية من قبل الكاف. تحس ما فماش شكون يضرب على الأندية التونسية، تحس الكاف ماهوش معتبر الجامعة التونسية ولا كرة القدم التونسية. كان قبل عندنا شكون يدافع، توا في الكاف ما فماش شكون يدافع على الأندية التونسية، تتظلم بكل الطرق ولا حسيب ولا رقيب، وفما حتى حد يتكلم على الأندية التونسية. حقيقة بكل حياد وبكل موضوعية الترجي البارح كان يستحق الهدف اللي تسجل، والحكم حرمه من هدف التعادل. الغالب قدر الله ما شاء فعل. تو الترجي ما تنجمش ترجع بالتوالي، سيبون تعديت ولازم تطوير الصفحة، لكن يلزم حلول جذرية، ويلزم تونس تكون عندها ممثل في الكاف باش يدافع على الأندية التونسية في مسابقات القارية القادمة. وإن شاء الله القادم خير للترجي التونسي، وقدر الله ما شاء فعل كيف ما قلنا.